هل تتخيل أن منتخبا عربيا فاز بنتيجة 21-0 في بطولة رسمية؟ وهل تعلم أن كأس العرب شهدت أرقاما خيالية لا يعرفها معظم المشجعين؟ انطلقت اليوم واحدة من أعرق البطولات في التاريخ العربي، كأس العرب، الحدث الذي يجمع 16 منتخبا من آسيا وأفريقيا في نسخة جديدة تستضيفها قطر. بطولة ليست مجرد مباريات، بل تاريخ كامل من المجد، من المفارقات، ومن اللحظات التي لا تنسى. منذ النسخة الأولى، 6 منتخبات فقط رفعت الكأس، يتقدمها العراق ب4 ألقاب، ثم السعودية بلقبين، فيما تذوقت منتخبات مثل تونس ومصر والمغرب والجزائر طعم الذهب مرة واحدة. وخلال 10 نسخ كاملة، لعبت 175 مباراة، شهدت أكثر من 500 هدف. لكن الغريب أن نسخة 1966 لوحدها سجلت 111 هدفاً، بمعدل غير معقول بلغ 5.25 هدفاً في المباراة. قطر تستضيف البطولة للمرة الثانية، ومعها السعودية والكويت، فيما توزعت باقي النسخ بين لبنان والعراق والأردن وسوريا. أما الهدافون، فالقائمة مليئة بالأساطير: أحمد راضي، عناد عبيد الدوسري، العويران، ياسين صالح، سيف الدين الجزيري. ولكن الرقم الذي لا يصدقه أحد هو تسجيل علي البسكي 16 هدفا في نسخة واحدة، منها 9 أهداف في مباراة واحدة. ولا ننسى المباراة الأكثر جنونا في تاريخ البطولة، عندما فازت ليبيا على عمان بنتيجة 21-0 في أكبر انتصار عربي رسمي على الإطلاق. اليوم تنطلق نسخة جديدة، ومن يدري، ربما نشاهد أرقاما جديدة تكتب في تاريخ مونديال العربي. كأس العرب ليست بطولة عادية، إنها ذاكرة كروية ضخمة تختصر عقودا من المتعة والدهشة. ومع انطلاق النسخة الجديدة، يبدأ فصل جديد من الحكاية، حكاية يفهمها فقط عشاق الكرة العربية.